لما شغله من الشغلات اللي بتساعدنا البرمجه اللغويه العصبيه انه نسيطر عليها هي الغضب. يمكن كنا حاكيين بفيديو قبل عن الغضب وتاثير الغضب، انه الغضب شيء مأذي لنا قبل ما يكون لغيرنا. يعني فالشغله من الشغلات اللي البرمجه اللغويه العصبيه بتساعدنا كثير انه نتحكم فيها هي الغضب. ليش؟ لأنه نصير نفهم إنه الغضب هو أولاً منه سلاح منيح، هو مأذي لنا أكثر ما هو مأذي لغير. ثالث شغلة مهمة كمان، عقلنا بصير يفسر أسرع كيف لازم نتفاعل، كيف لازم نرد، شو لازم نقول. يعني نصير ننقي الكلمات المضبوطة كرمال نرد على هذا الشخص اللي بوجهنا، بدل ما نغضب، بدل ما نعيط، بدل ما نحكي حكي مش مزبوط، بنصير بنوصل فكرتنا بطريقة مزبوطة. ليه؟ لأنه نحن بنكون تحكمنا بعقلنا الباطن، بنكون تحكمنا بانفعالاتنا، بنكون تعلمنا كيف ندير انفعالاتنا وكيف ندير رد الفعل. فكرمال هيك كمان برجع بقول البرمجة اللغوية العصبية هي أداة كثير أساسية بحياتنا كرمال نتطور، كرمال ننمى، كرمال نصير أقوى، مش بس كرمال نحقق أهدافنا. هي شغلة أساسية كرمال نحقق أهدافنا، ولكن شغلة أساسية كرمال نصير أقوى.